بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هيكون عن طريقة عمل الموديل ده. زي ما احنا شايفينه كده شكله بسيط وجميل، خطواته سهلة، هنشتغله مع بعض بالتفصيل خطوة بخطوة. اشتغلته لسن سنة بنفس الخطوات، هتقدري تنفذيه لأي سن وبأي مقاس انت عايزاه. يصلح يكون فستان ويصلح يكون سلوبيت، وده هنشوفه واحنا شغالين. بالنسبة لكمية الخيط، خد مني تقريبا 140 ل 150 جرام خيط. نوعية الخيط ومقاس الإبرة هنشوفهم في بداية الفيديو. الخيط ممكن يزيد شوية أو يقل شوية على حسب نوع الخيط وعلى حسب مقاس الإبرة، وكمان على حسب المقاس اللي انت بتشتغليه. ده الشكل اللي عندي، وده شكله من الظهر. ويلا بينا نبدأ مع بعض على طول ونشوف خطواتنا النهاردة ايه، وإن شاء الله هتكون سهلة وبسيطة. وهنبدأ مع بعض على طول، وهنشتغل القطعة بتاعتنا النهاردة بخيط فاشون ستوك. الخيط ده خيط بيجي بالميزان على حسب وزن الكيس بتحاسبي عليه. هشتغل معاه بإبرة مقاس 3.5. تقدري طبعا تشتغلي بأي نوعية خيط بتفضليها، وإبرة مناسبة لنوعية الخيط. بالنسبة لأول مقاس بنحتاجه هو مقاس محيط دوران الوسط. بتحددي السن وبتروحي على طول على جدول المقاسات وبتطلعي مقاس محيط دوران الوسط، وبنشتغل سلسلة بالطول المطلوب. هنراعي في السلسلة بتاعتنا ان هي تكون من مضاعفات العدد 5، او عدد بيقبل الاسم على 5، يعني 5 10 15 20. كل مرة بنزود في 5 سلاسل لغاية ما توصل السلسلة للمقاس المطلوب. طيب لو الطفلة موجودة قدامك مفيش مشكلة، هتعملي سلسلة وتلفيها حوالين الوسط وتتأكدي ان هي مرتاحة مش ماسكة قوي على الطفلة. وطبعا هنراعي في السلسلة برضو ان هي تكون من مضاعفات العدد 5. اشتغلت سلسلة البداية وراعيت فيها تكون من مضاعفات العدد 5. بشتغل القطعة بتاعتي لسن سنة، مقاس محيط دوران الوسط 52 سنتي. أنا اشتغلت على 55 علشان الوسط يكون مرتاح شوية. راعيت في السلسلة إن هي تكون من مضاعفات العدد 5، طلعت معايا 90 غرزة أو 90 سلسلة. هنبدأ دلوقتي مع بعض السطر الأول. بداية السطر هرتفع 3 سلاسل وهعتبرهم بأول عمود، وهعد من على الإبرة 1 2 3 4، وهروح للغرزة الخامسة واشتغل فيها عمود. الغرزة اللي بعدها عمود، الغرزة اللي بعدها عمود، وهكمل على كل غرزة تقابلني غرزة عمود لنهاية السطر. كملت على كل غرزة قابلتني غرزة عمود لنهاية السطر. دلوقتي هنعدل القطعة بتاعتنا ونجيب أول غرزة عندنا اهي، هنلاقيها سلاسل الارتفاع بتاعت بداية السطر. هدخل في تالت سلسلة كده، أعمل منزلقة، وبكده السطر بتاعي انتهى. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد برتفع سلسلة واحدة بس، وبلف القطعة بتاعتي كده. طب ليه لفتها كده؟ علشان هنشتغل سطر على الوش وسطر على الظهر. السطر اللي على الظهر هيكون من غرزة الحشو، والسطر اللي على الوش هيكون من غرزة العمود. دلوقتي هروح لأول غرزة عندي واشتغل فيها غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها حشو، كده 2 حشو، 3 4، والغرزة الخامسة هنشتغل فيها تزايد 2 غرزة حشو، 1 2 بالشكل ده. يبقى التزايد عندنا في الغرزة الخامسة. هنكرر تاني 1 2 3 4، وفي الغرزة الخامسة هنعمل تزايد 2 حشو، ونرجع نكرر تاني غرزة 2 3 4، وفي الغرزة الخامسة تزايد 2 حشو، واكمل على نفس النمط لنهاية السطر بالشكل ده. يبقى التزايد في الغرزة الخامسة، وهو ده السطر الوحيد اللي هنعمل فيه تزايد. كملت على نفس النمط ووصلت لنهاية السطر، فاضل غرزة واحدة ودي هنعمل فيها التزايد لان دي الغرزة رقم 5. هنتقل دلوقتي على اول غرزة حشو ادخل فيها واعمل منزلقة، وبكده انتهى السطر رقم 2. وهنبدأ في السطر رقم 3، وده هيكون من غرزة العمود. خلاص مفيش تزايد تاني.
هرتفع 3 سلاسل وهلف القطعة بتاعتي كده. ال3 سلاسل دول بعمود، وهروح للغرزة رقم 2 واشتغل فيها عمود، الغرزة رقم 3 عمود، غرزة رقم 4 عمود، وهكمل على كل غرزة تقابلني غرزة عمود لنهاية السطر. كملت على نفس النمط على كل غرزة قابلتني وغرزة عمود. هروح دلوقتي على تالت سلسلة ارتفاع ادخل فيها، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة بالشكل ده. وكده خلصنا السطر الثالث. يبقى احنا بدأنا سطر من غرزة العمود على كل غرزة عمود. السطر رقم 2 كان سطر من غرز الحشو على الجهة التانية، وكنا بنعمل تزايد في الغرزة الخامسة. السطر الثالث سطر من غرزة العمود مفيهوش تزايد، وخلاص بقية القطعة مش هنعمل تزايد تاني. دلوقتي هنبدأ في السطر الجديد برتفع سلسلة وهلف القطعة بتاعتي كده. والسطر ده سطر خاص او سطر استثنائي بنعمله كل قد ايه؟ كل 3 سطور. هنشوفه دلوقتي. هروح على اول غرزة عندي اهي واشتغل فيها غرزة حشو. الغرزة رقم 2 هلف الخيط وهدخل، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش، الف الخيط وادخل تاني، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش، اخرج من حلقتين وما كملش. دي المرة الرابعة اخرج برضو من حلقتين وما كملش. معايا 5 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منه. يبقى احنا عملنا اول غرزة حشو، وتاني غرزة على طول هي الغرزة المنتفخة اهي. هروح للغرزة اللي بعدها واعمل حشو، ادتني الشكل ده. يبقى اول غرزة كانت حشو، الغرزة رقم 2 هي الغرزة المنتفخة او غرزة الفقاعة بالشكل ده. بعديها عملنا غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها حشو كده 2 3 4 5. يبقى عملنا 5 غرز حشو. بدأنا بغرزة حشو، والغرزة اللي بعدها هي الغرزة المنتفخة، وبعدين 5 حشو. هنا هتكون الغرزة المنتفخة 1 2 3 4. ألف الخيط واخرج من كل الحلق، وبعدين اشتغل 5 حشو 1 2 3 4 5 بالشكل ده. ناخد بالنا ان هنا الغرزة رقم 2 هي كانت الغرزة المنتفخة، يعني بدأنا بواحدة حشو وتاني غرزة على طول عملناها الغرزة المنتفخة او غرزة الفقاعة، وبعد كده 5 حشو الغرزة بتاعتنا 5 حشو، وبعدين هنا هنكرر الغرزة تاني، ادخل اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين، ادخل تاني اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين، ادخل للمرة الثالثة، وبعدين للمرة الرابعة. معايا دلوقتي 5 حلقات على الإبرة، ألف الخيط واخرج منه، وبعدين 5 حشو. بالشكل ده، وأكرر على نفس النمط لنهاية السطر. كملت على نفس النمط ما بين كل غرزة فقاعة واللي بعدها 5 حشو. دي آخر غرزة، فاضل عندي هنا 4 بس. طب ليه هنا 4 بس؟ 1 2 3 4، لأن احنا كنا بادئين بواحدة حشو، يبقى كده برضو هيكونوا 5 حشو. أدخل في الغرزة دي وأعمل حشو 1 2 3 4، وهروح لأول غرزة حشو أدخل فيها وأعمل منزلقة، هي بتبقى ضيقة شوية اهي بالشكل ده. كده خلصنا السطر بتاعنا. السطر ده بنعمله كل قد إيه؟ بنعمله كل 3 سطور. ده الشكل اللي عندي اهو. طيب في السطر ده بدأنا ازاي؟ بدأنا أول غرزة عندنا كانت حشو، تاني غرزة كانت غرزة الفقاعة اهي، وبعد كده 5 حشو الغرزة بتاعتنا، 5 حشو الغرزة بتاعتنا. دلوقتي هنرتفع 3 سلاسل وهلف القطعة بتاعتي كده، وهبدأ سطر من غرزة العمود على كل غرزة تقابلني غرزة عمود.
هنا دي الغرزة بتاعتنا، الحلقة بتاعتها بتبقى ورا شوية، هشتغل برضو عليها عمود، وبعدين على كل غرزة حشو غرزة عمود، عمود عمود. ناخد بالنا بتبقى فيه غرزة جنب الغرزة بتاعتنا دي، بتبقى صغيرة شوية ما ننساهاش اهي، شايفينها اهي. نتأكد ان احنا اشتغلنا 5 غرز عواميد ما بين الغرزة دي للغرزة دي، تمام اهم 5، 1 2 3 4 5، علشان تتأكدي انك ماشية صح وما نسيتيش غرزة. وبعد كده نشتغل على الغرزة دي غرزة عمود، الحلقة بتاعتها بتبقى ورا شوية، ونرجع نكرر ادي غرزة 2 3 4 وغرزة صغيرة اهي جنب الغرزة بتاعتنا هنشتغل فيها عمود. ناخد بالنا ان سطر العواميد بيكون على الوش، وسطر غرز الحشو بيكون على الظهر. طيب سطر اللي فيه الفقاعة دي بيكون برضو على الظهر. وهكمل على كل غرزة تقابلني غرزة عمود لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، اشتغلت على كل غرزة عندي غرزة عمود. هروح دلوقتي على تالت سلسلة ارتفاع، ادخل فيها واعمل منزلقة. ده اول سطر بعد السطر الخاص بتاعنا او السطر الاستثنائي اللي بنعمل فيه غرزة الفقاعة. ده كده اشتغلنا سطر من غرزة العمود، هرتفع سلسلة وهلف القطعة بتاعتي كده. دلوقتي هشتغل سطر من غرز الحشو، زي ما احنا شايفين سطر على الوش وسطر على الظهر. هنشتغل سطر من غرز الحشو، على كل غرزة تقابلنا غرزة حشو لنهاية السطر بالشكل ده. على كل غرزة غرزة حشو، مفيش تزايد ولا في غرزة فقاعة. دلوقتي احنا بنشتغل السطر ده كل 3 سطور، يعني بنشتغل سطر غرزة الفقاعة، وبعدين نشتغل سطر عمود سطر حشو سطر عمود، وبعدين نرجع نكرر سطر غرزة الفقاعة تاني. دلوقتي هنشتغل على كل غرزة تقابلنا غرزة حشو. كملت السطر بتاعي على كل غرزة قابلتني غرزة حشو. هروح دلوقتي على أول غرزة أدخل فيها وأعمل منزلقة. هنبدأ السطر الجديد بارتفاع 3 سلاسل وبعتبرهم بعمود، وبلف القطعة بتاعتي كده، وهبدأ أشتغل على كل غرزة غرزة عمود لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده بنشتغل سطر على الوش وسطر على الظهر. دلوقتي كل غرزة تقابلني هشتغل فيها غرزة عمود، وكده بنكون اشتغلنا 3 سطور عمود حشو عمود. السطر اللي جاي هيكون سطر غرزة الفقاعة، وده هنشتغله بنفس الطريقة لكن مع اختلاف بسيط في بداية السطر، هنشوفه لما نبدأ السطر. وصلت لنهاية السطر كده، اشتغلت سطر من غرزة العمود. هروح دلوقتي على تالت سلسلة ارتفاع اعمل منزلقة وانهي السطر. لو جينا بصينا هنلاقي سطر من غرزة العمود سطر من غرزة الحشو سطر من غرزة العمود، يبقى 3 سطور. دلوقتي هنبدأ سطر غرزة الفقاعة وهنشتغله زي السطر اللي فات مع اختلاف بسيط. السطر اللي فات بدأنا بغرزة حشو، وتاني غرزة على طول كانت غرزة الفقاعة أو الغرزة المنتفخة. المرة دي هنبدأ ب4 حشو، يبقى هنبدأ في بداية السطر ب4 حشو، والغرزة الخامسة هتكون غرزة الفقاعة أو الغرزة المنتفخة. يبقى مرة الغرزة المنتفخة بتكون تاني غرزة على طول، ومرة بتكون الغرزة رقم 5 في بداية السطر بس. بعد كده بنمشي على النمط بتاعنا عادي، غرزة فقاعة 5 غرز حشو، غرزة فقاعة 5 غرز حشو، وده بيكون النمط بتاعنا. لكن احنا بنتكلم عن بدايات السطور بتاعتها بس علشان تظبط معانا. سطر بتكون غرزة الفقاعة تاني غرزة، وسطر بتكون الغرزة رقم 5. ده بس الفرق ما بين السطرين، وده اللي هنشوفه دلوقتي واحنا بنشتغل. بداية السطر برتفع سلسلة وبلف القطعة بتاعتي كده زي ما احنا ماشيين بالنمط بتاعنا بالظبط، سطر على الوش وسطر على الظهر. هنروح على أول غرزة عندنا ونشتغل فيها غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها حشو كده 2 3 4، يبقى بدأت ب4 حشو.
المرة اللي فاتت بدأت بواحدة بس حشو وبعدين غرزة الفقاعة على طول. المرة دي بدأنا ب4 حشو. الغرزة رقم 5 هتكون هي غرزة الفقاعة. 1 2 3 4. اخرج من كل الحلق وبعدين اشتغل 5 حشو. بعد ما بنظبط اول غرزة بس، بعد كده خلاص بيبقى النمط بتاعنا عادي. ما بين كل غرزة فقاعة واللي بعدها 5 حشو. 1 2 3 4 5 بالشكل ده اهي. يبقى الفرق ما بين السطرين ايه؟ السطر الاول في غرزة الفقاعة كنا بدأنا بواحدة حشو وبعدين الغرزة بتاعتنا على طول اللي هي غرزة الفقاعة او المنتفخة. السطر التاني او تاني سطر نعمله بنبدأ ب4 حشو وغرزة الفقاعة بتكون الغرزة رقم 5 وبعدين 1 2 3 4 5 حشو ونشتغل الغرزة التانية. الغرزة بعدها حشو ادي 1 2 3 4 5. الغرزة دي عليها الدور تكون الغرزة المنتفخة أو الفقاعة. 2 3 4 وبعدين 5 حشو. 1 2 3 4 5 وبعدين غرزة الفقاعة وأكمل على نفس النمط ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 غرز حشو. وشوفنا بدأنا السطر ازاي. أول السطر بس عملنا 4 حشو والغرزة المنتفخة كانت الغرزة رقم 5 وده الاختلاف ما بين السطر ده واللي قبليه. هكمل السطر ونرجع سوا. كملت على نفس النمط ما بين كل غرزة واللي بعدها 5 غرز حشو. دي كانت آخر غرزة فقاعة. فاضل عندي غرزة واحدة. طب ليه فاضل غرزة واحدة؟ علشان أنا بدأت ب4 حشو وادي غرزة في نهاية السطر، يبقى برضو 5 حشو ما بين الغرزة دي واللي بعدها. فهروح على آخر غرزة واعمل فيها غرزة حشو. دلوقتي هنتقل على أول غرزة حشو أدخل فيها، أسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، وبكده بنكون خلصنا السطر بتاعنا. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ كل اللي جاي هيكون تكرار اللي احنا عملناه ده، خلاص مفيش حاجة جديدة. دلوقتي هنشتغل 3 سطور: سطر عمود على الوش، سطر حشو على الظهر، سطر عمود على الوش، وبعدين نبدأ نشتغل سطر غرزة الفقاعة أو الغرزة المنتفخة. لكن المرة الجاية هيكون السطر بدايته حشو وتاني غرزة على طول هتكون الغرزة المنتفخة. يبقى مرة بيكون السطر بدايته حشو والغرزة رقم 2 هي الغرزة المنتفخة أو غرزة الفقاعة، وبعدين بنشتغل 3 سطور، وبعدين السطر اللي بعديه بيكون سطر برضو من غرزة الفقاعة لكن بتكون هي الغرزة رقم 5. يعني بنشتغل في بداية السطر 4 حشو وبعدين هي بتكون الغرزة رقم 5. خلاص دلوقتي هنبدأ نرتفع 3 سلاسل وهلف القطعة بتاعتي كده. وهبدأ سطر من غرزة العمود، على كل غرزة تقابلني غرزة عمود لنهاية السطر. غرزة عمود بالشكل ده. ناخد بالنا دايما ان في غرزة صغيرة كده قبل الغرزة بتاعتنا لازم نشتغل فيها، نتأكد ان احنا اشتغلنا ما بين الغرزة دي والغرزة اللي بعدها 5 عمود على 5 حشو. يعني هنا ادي غرزة 1 2 3 4. الغرزة ال5 اهي شايفينها غرزة صغيرة اهي 5. طيب غرزة الفقاعة نفسها هنلاقي الحلقة بتاعتها ورا، هشتغل فيها برضو غرزة عمود واكمل على نفس النمط. والسطر اللي جاي هيكون سطر من غرز الحشو لكن على الظهر، وبعدين السطر اللي بعديه سطر من غرزة العمود على الوش.
هخلص السطور بتاعتي اللي هو السطر ده وسطر غرز الحشو وسطر العواميد تاني، يعني هشتغل ال3 سطور وبعدين نرجع علشان نشتغل سطر غرزة الفقاعة مع بعض مرة كمان. كملت على نفس النمط، اشتغلت سطر من غرزة العمود، سطر من غرزة الحشو على الجهة التانية، وبعدين سطر من غرزة العمود، مستمرين بنفس الطريقة، سطر على الوش وسطر على الظهر، وكده بنكون اشتغلنا 3 سطور. هروح دلوقتي على سلاسل الارتفاع ادخل فيها واعمل منزلقة. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد وهيكون بغرزة الفقاعة. هرتفع سلسلة وهلف القطعة بتاعتي كده لأن السطر ده بيكون على الظهر. المرة دي هنبدأ السطر بغرزة واحدة بس حشو، مرة بنبدأ بغرزة حشو وبعدين تاني غرزة بتكون غرزة الفقاعة، ومرة بنبدأ ب4 غرز حشو والغرزة ال5 بتكون غرزة الفقاعة أو الغرزة المنتفخة. كده بدأنا بغرزة واحدة حشو، الغرزة التانية على طول هنعمل الغرزة بتاعتنا 1 2 3 4. دلوقتي هشتغل 5 غرز حشو 1 2 3 4 5. الغرزة رقم 6 هتكون غرزة الفقاعة أو الغرزة المنتفخة. وبعدين أرجع أكرر 5 غرز حشو 1 2 3 4 5، وبعدين الغرزة بتاعتي 1 2 3 4 5. 5 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وأخرج منه، وبعدين 5 غرز حشو وأكمل السطر بتاعي على نفس النمط. طيب بعد ما بنخلص السطر ده بنعمل ايه كده؟ 1 2 3 4 5. بعد ما بنخلص السطر ده بنعمل ايه؟ بنشتغل 3 سطور، سطر عمود، سطر حشو، سطر عمود، وبعدين نكرر السطر الخاص بتاعنا اللي هو سطر الغرزة المنتفخة. بس المرة الجاية هنبدأ ب4 حشو والغرزة دي هتكون الغرزة رقم 5، وبعدين نكمل النمط بتاعنا عادي، الغرزة بتاعتنا وبعدين 5 حشو والغرزة بتاعتنا وبعدين 5 حشو. يبقى بالنسبة للغرزة دي سطر بتكون هي في بداية السطر رقم 2 والسطر اللي بعديه بتكون هي رقم 5. مرة بتكون في بداية السطر هي رقم 2، يعني بنعمل واحدة حشو وهي بتكون الغرزة رقم 2، وبعدين بنشتغل 3 سطور. السطر اللي بعديهم بيكون سطر برضو غرزة الفقاعة أو الغرزة المنتفخة، بس بنبدأ ب4 حشو وهي بتكون الغرزة رقم 5، وبنفضل ماشيين على النمط ده لغاية ما توصل القطعة بتاعتنا للطول المطلوب، وهو طول الجيبة على حسب السن وعلى حسب المقاس وعلى حسب ما تحبي كمان، لأن الطول ده يرجع لك انت. في ناس بتحب القطعة دي تكون طويلة وناس بتحبها قصيرة، على حسب ما تحبي. هنفضل نشتغل بالنمط اللي احنا قلناه ده. اول ما توصلي للطول اللي انت حباه بنرجع وبنكمل سوا. فضلت اشتغل واكرر في السطور لغايه ما وصلت القطعه بتاعتي للطول اللي انا عايزاه. انا بشتغل لسن صغير، فالقطعه دي وصلت دلوقتي ل 20 سنتي. لسه هنشتغل سطر كمان اللي هو سطر التشطيب، وكمان هنعمل قمر. فبالنسبه لي كده تمام اوي، كفايه، مش هزود اكتر من كده. تمام كده، دي طولها كده تقريبا 20 سنتي، من 19 ونص ل20، فكده بالنسبه لي كفايه. لكن انت تقدري تزودي على حسب الطول اللي انت حباه. دلوقتي هنشتغل سطر واحد على الحرف نشطب بيه القطعه من تحت. اخر سطر اشتغلناه كان سطر غرزه الفقاعه. دلوقتي هنشتغل سطر نشطب بيه. بدايه السطر همشي بمنزلقه لاول غرزه من غرز الفقاعه، منزلقه منزلقه. بداية السطر هرتفع 3 سلاسل واعتبرهم بعمود، وهبدأ أشتغل كده 2 3 4 5 6 7. عندي هنا 5 غرز حشو، وهبدأ أعد غرزة 2 أروح للغرزة الثالثة وأعمل حشو، وبعدين أتخطى غرزة 2 وأروح لغرزة الفقاعة
الف الخيط وادخل كده في الحلقة بتاعتها واعمل عمود. هنا الخيط انا وصلته علشان كان خلص. عمود، 2 3 4 5 6 7. اتخطى غرزة 2 واروح للتالتة واعمل حشو بالشكل ده. اتخطى غرزة 2 واروح للتالتة اللي هي غرزة الفقاعة واعمل صدفة من 7 عمود. 1 2 3 4 5 6 7. اعد 1 2 واروح للغرزة التالتة واعمل حشو. الف الخيط واتخطى غرزة 2 واروح لغرزة الفقاعة واعمل صدفة من 7 عمود. 1 2 3 4 5 6 7. هعد غرزة 2 واروح للتالتة واعمل حشو واكمل على نفس النمط ده كده لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. كملت السطر بتاعي على نفس النمط. اخر حاجة عملتها عملت الصدفة دي في غرزة الفقاعة هنا اهي، عملت 7 عمود، اتخطيت غرزتين حشو وعملت في الغرزة التالتة واحدة حشو، فاضل لي غرزتين حشو هتخطاهم وهروح على طول على تالت سلسلة ارتفاع هدخل فيها واعمل منزلقة. هعمل سلسلة واحدة للأمام وهقص الخيط، وبكده بنكون شطبنا حرف القطعة من تحت زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ دلوقتي نعمل القمر. احنا عندنا هنا أول سطر ما قفلناهوش، لو تفتكروا في البداية ما قفلناش أول سطر، فهنقفله بطرف الخيط كده. قفلنا السطر اللي كان مفتوح هنا. هنبدأ دلوقتي نشتغل القمر بتاعنا. هنروح في نفس المكان اللي قفلنا فيه كده واوصل الخيط، علشان بدايات ونهايات السطور هخليها في الجنب. بداية السطر هرتفع سلسلتين بس مش 3 وهعتبرهم بأول عمود. هلف الخيط وهروح على العمود رقم 2 واشتغل فيه عمود أمامي. العمود اللي بعديه عمود خلفي، العمود اللي بعديه عمود أمامي، اللي بعديه عمود خلفي، اللي بعديه عمود أمامي، اللي بعديه عمود خلفي. ادخل من ورا كده وادفع بالعمود بتاعي لورا، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل عمود. الف الخيط وادخل من قبل العمود وادفع بيه على الابره، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل عمود امامي، واكمل على نفس النمط عمود امامي وعمود خلفي لنهاية السطر. كملت السطر بتاعي زي ما شفنا، غرزة عمود امامي وغرزة عمود خلفي وانتهى السطر بعمود امامي. هروح دلوقتي على تاني سلسلة ارتفاع اعمل منزلقة وانهي السطر. هنبدأ السطر الجديد بنرتفع سلسلتين ودول بيكونوا بأول عمود، وهروح على أول عمود أمامي أشتغل عليه عمود أمامي، عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي، عمود أمامي هشتغل عليه عمود أمامي، عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي، وهكمل على نفس النمط لنهاية السطر. فوق العمود الأمامي بنشتغل عمود أمامي، وفوق العمود الخلفي بنشتغل عمود خلفي. وهكرر السطر ده مرة كمان، تقدري تكرريه مرة أو مرتين على حسب عرض القمر اللي انت عايزاه. أنا هشتغل السطر ده وهكرره مرة كمان، تقدري انت تزودي سطر كمان زي ما تحبي لو حابة القمر عريض. هخلص السطرين اللي هو السطر ده والسطر اللي بعديه ونرجع ونكمل سوا. كملت على نفس النمط سطور من غرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي لغاية ما وصل القمر للمقاس اللي أنا محتاجاه. تقدري تزودي أو تقللي. طيب أنا اشتغلت كام سطر؟ كنت ناوية أشتغل 3 سطور لكن اشتغلت 4.
هنبدأ دلوقتي في تقسيمة منطقة الأمام والخلف أو جزئية الصدر وجزئية الظهر. بدايات ونهايات السطور أنا خليتها هنا في الجنب، تقدري تخليها في الظهر في نص الظهر زي ما انت عايزة، لكن أنا حبيتها تكون هنا في الجنب. هنجي هنا كده علشان نقدر نحدد الجزئية بتاعة الأمام، هنوزع علامتين دي كده بدايات ونهايات السطور، تبقى الغرزة المقابلة ليها هي النص بالظبط. يعني اعدلي القطعة كده، لو حابة تعدي مفيش مشكلة. انا كنت اشتغلت 90 غرزة، هيبقى 45 للامام و45 للخلف. طيب هنيجي هنا كده من عند غرزة النص واسيب الغرزة دي والغرزة اللي بعدها واروح للغرزة اللي بعديها هنا كده، يعني بسيب غرزتين واروح للغرزة الثالثة واحط علامة زي ما احنا شايفين. وفي الجهة التانية برضو بسيب الغرزة دي والغرزة دي، الغرزة بتاعت بداية ونهاية السطور والغرزة اللي بعدها، واروح للغرزة الثالثة واحط علامة. لو حابة جزئية الأمام تكون أقل مفيش مشكلة، ممكن تقللي تبقى من هنا لهنا كده على حسب ما انت عايزة حجمها قد ايه. هنبدأ دلوقتي نوصل الخيط، هنيجي من عند العلامة الأولى ونوصل الخيط. شيل العلامة كده وهبدأ نوصل الخيط، هرتفع سلسلتين واعتبرهم بعمود. ناخد بالنا اهو، ارتفعت سلسلتين واعتبرتهم بعمود. العمود اللي بعديه على طول عمود أمامي، فهشتغل عليه عمود أمامي، وبعدين هشتغل 5 عمود على 5 غرز. 1 2 3 4 5، وبعدين عمود أمامي بالشكل ده. يبقى أول حاجة ارتفعت سلسلتين وحسبتهم بعمود، العمود اللي بعديه على طول عمود أمامي، وبعدين 5 عمود على 5 غرز، وبعدين عمود أمامي. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنشتغل على كل عمود يقابلنا عمود. تاخد بالنا وصلنا هنا عند العلامة التانية قبل العلامة ب7 غرز، يعني ادي الغرزة اللي فيها العلامة. تمام، هعد كده 1 2 3 4 5 6 7 في العمود ده اللي هو رقم 7 من بعد العلامة. لو عدينا من عند العلامة هنا هنسيب الغرزة اللي فيها العلامة ونعد 1 2 3 4 5 6 7. العمود رقم 7 ده هشتغل فيه عمود أمامي، وبعدين 5 عمود عادي على 5 غرز، وبعدين عمود أمامي. تمام، وبعدين آخر غرزة بشتغلها عمود عادي. شيل العلامة والغرزة الأخيرة بتكون عمود عادي زي ما احنا شايفين كده. يبقى بدأنا هنا بعمود، وبعدين عمود أمامي 5 عواميد عمود أمامي، وفضلنا ماشيين النمط بتاعنا عادي لغاية ما وصلنا لقبل العلامة ب7 غرز. عملنا عمود أمامي 5 عمود عادي عمود أمامي، وبعدين عمود اللي كان فيه العلامة. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد. بداية السطر هرتفع سلسلة واحدة وهلف القطعة بتاعتي كده. ناخد بالنا أول غرزة عندنا هتكون غرزة حشو، وبعدين هيظهر قدامي عمود خلفي. العمود الخلفي ده اللي هو العمود الأمامي اللي كنا بنشتغله السطر اللي فات، عمود أمامي ظاهر قدامي دلوقتي عمود خلفي، فهشتغل عليه عمود خلفي. عندي هنا 5 غرز وبعدين عمود خلفي تاني. ال5 غرز دول أول غرزتين هشتغل عليهم غرز حشو، غرزة حشو وغرزة حشو. الغرزة اللي في النص أو الغرزة الثالثة هشتغل فيها الغرزة المنتفخة، وبعدين الغرزتين دول غرزتين حشو حشو حشو. يبقى ال5 غرز اللي كانوا هنا اشتغلنا أول غرزتين حشو وبعدين الغرزة المنتفخة وبعدين غرزتين حشو. هيقابلني دلوقتي عمود خلفي أهو، هشتغل عليه عمود خلفي
دي الجزئية الأولى اللي هي خاصة بالحمالات، أو ده شكل الحمالة اللي هيطلع معانا، اللي هو عبارة عن عمود خلفي، 2 حشو، الغرزة المنتفخة 2 حشو وعمود خلفي. طيب دلوقتي عندي هنا هشتغل على كل غرزة تقابلني غرزة حشو، لأن ده سطر غرز الحشو، حشو حشو لغاية ما أوصل للعمود الخلفي. كملت على كل غرزة قابلتني غرزة حشو لغاية ما وصلت للعمود الخلفي، هشتغل عليه عمود خلفي. ده العمود الأمامي بتاع السطر اللي فات، فظاهر قدامي عمود خلفي. عندي هنا في 5 غرز، أول غرزتين حشو، الغرزة رقم 3 غرزة منتفخة، الغرزتين اللي هي الرابعة والخامسة حشو، وبعدين يظهر قدامي عمود خلفي أشتغل عليه عمود خلفي، وبعدين غرزة حشو في نهاية السطر في آخر غرزة عندي. وكده انتهى سطر غرز الحشو. هنبدأ دلوقتي سطر العواميد. برتفع سلسلتين وبلف القطعة بتاعتي كده الشكل اللي عندي. هيظهر قدامي عمود أمامي هشتغل عليه عمود أمامي، غرزتين ورا بعض حشو على كل غرزة عمود، فوق الغرزة المنتفخة عمود، غرزتين حشو على كل غرزة عمود، وبعدين عمود أمامي بالشكل ده. أكمل على كل غرزة عمود لغاية ما أوصل للعمود الأمامي في الجهة التانية. اشتغلت على كل غرزة قابلتني غرزة عمود لغاية ما وصلت لجزئية الحمالة اللي هنا دي. هي دي مش الحمالة، لكن هتطلع معانا كده على شكل حمالة على فوق. أول عمود أمامي هشتغل عليه عمود أمامي، عندي هنا 5 غرز، 2 حشو والغرزة المنتفخة و2 حشو، هشتغل عليهم 5 عمود عادي. بالشكل ده. وبعدين عمود أمامي هشتغل عليه عمود أمامي، وبعدين غرزة واحدة في نهاية السطر هشتغل عليها عمود عادي بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد من غرز الحشو، وهيكون فيه اختلاف بسيط. بدل ما هيكون فيه غرزة منتفخة واحدة هنا اهو، هيبقى فيه 2، وفي الجهة التانية برضو هيبقى فيه 2. يبقى مرة بنعمل عند الحمالة غرزة منتفخة واحدة، ومرة بيبقوا 2. مرة بنعمل غرزة منتفخة واحدة في ال5 غرز دول، ومرة بيبقوا 2. شوف دلوقتي ازاي برتفع سلسلة وبلف القطعة بتاعتي كده. أول غرزة بتكون غرزة حشو، بعدين عمود خلفي أشتغل عليه عمود خلفي. تمام. عندي هنا 5 غرز وبعدين عمود خلفي تاني. طيب ال5 غرز دول هشتغل عليهم ازاي؟ أول غرزة حشو، الغرزة رقم 2 غرزة منتفخة، الغرزة رقم 3 حشو، الغرزة رقم 4 غرزة منتفخة، الغرزة رقم 5 حشو. ودول ال5 غرز. هنلاقي هنا اتكون عندنا غرزتين منتفخين اهو، مش زي المرة اللي فاتت كانت غرزة واحدة. دلوقتي هروح للعمود الخلفي واشتغل عليه عمود خلفي. احنا في سطر ايه؟ في سطر غرز الحشو، فهشتغل دلوقتي على كل غرزة تقابلني غرزة حشو لغاية ما اوصل عند العمود الخلفي. اشتغلت على كل غرزة غرزة حشو لغاية ما وصلت للعمود الخلفي.
عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي. عندي هنا 5 غرز وبعدين عمود خلفي تاني. أول غرزة حشو، الغرزة رقم 2 الغرزة المنتفخة أو غرزة الفقاعة، الغرزة رقم 3 حشو، الغرزة رقم 4 الغرزة المنتفخة، الغرزة رقم 5 حشو. وبعدين عندي هنا عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي. آخر غرزة ما ننساش ان احنا سطر غرز الحشو، تبقى آخر غرزة وغرزة حشو. وكده انتهى السطر بتاعي، وهنبدأ السطر الجديد وبيكون من غرزة العمود برتفع سلسلتين وبلف القطعة بتاعتي كده. ناخد بالنا ده شكل الحمالة بتاعتنا او جزئيتين اللي في الجنب دول اهو. اول غرزة تقابلني غرزة عمود امامي. بعد العمود الامامي عندي 5 غرز هشتغل على كل غرزة عمود. عمود بالشكل ده، وبعدين عمود امامي. وبعدين هنشتغل على كل غرزة تقابلنا غرزة عمود لغاية ما نوصل عند الجزئية المختلفة. اشتغلت على كل غرزة قابلتني غرزة عمود زي ما احنا شايفين كده، ووصلت للجزئية المختلفة. عندي هنا عمود امامي بشتغل عليه عمود امامي، 5 غرز بشتغل على كل غرزة عمود، عمود امامي بشتغل عليه عمود امامي، وبعدين عندي في الاخر غرزة واحدة اهي غرزة حشو بشتغل عليها عمود بالشكل ده. وكده انتهى سطر العواميد. السطر اللي جاي هيكون من غرز الحشو، والغرزة المنتفخة هتكون واحدة بس، يبقى مرة بتكون واحدة ومرة بتكون 2، مرة بتكون واحدة ومرة بتكون 2. المرة دي هتكون واحدة بس. هرتفع سلسلة وهلف كده. أول غرزة بشتغل فيها غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها عمود خلفي فبشتغل عليه عمود خلفي، وبعدين عندي هنا 5 غرز قبل ما اوصل للعمود الخلفي التاني. 5 غرز، اول غرزتين حشو، وبعدين الغرزة اللي في النص هي الغرزة المنتفخة او غرزة الفقاعة، وبعدين غرزتين حشو حشو حشو. كده خلصنا ال5 غرز، 2 حشو الغرزة بتاعتنا وبعدين 2 حشو. نرجع هنلاقي هنا عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي بالشكل ده، ونكمل السطر بتاعنا. احنا ده سطر غرز الحشو، فهشتغل على كل غرزة تقابلني غرزة حشو لغاية ما اوصل للجزئية اللي هنا. وصلت هنا عند الجزئية المختلفة. هنا اول حاجة هيقابلني عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي. هنا عندي 5 عمود او 5 غرز، وفي السطر ده بيكون فيه غرزة منتفخة واحدة في النص، فبنعمل اول غرزتين حشو، وبعدين الغرزة رقم 3 بتكون الغرزة المنتفخة، وبعدين غرزتين حشو، وبعدين عمود خلفي، واخر غرزة بتكون غرزة حشو.
كده خلصنا سطر غرز الحشو. بنبدأ دلوقتي في سطر العواميد. برتفع سلسلتين وبلف القطعة بتاعتي كده. واخد بالنا ده الشكل اللي عندنا اهو. اول حاجة بيقابلني عمود امامي، بشتغل عليه عمود امامي، وبعدين عندي هنا 5 غرز بشتغل على كل غرزة عمود. اشتغلت 5 عمود، وبعدين عندي هنا عمود امامي هشتغل عليه عمود امامي، وبعدين اكمل على كل غرزة عمود لغاية ما اوصل عند الجزئية المختلفة. اشتغلت على كل غرزة قابلتني غرزة عمود ووصلت للجزئية المختلفة. عندي هنا عمود امامي بشتغل عليه عمود امامي، وبعدين على ال5 غرز على كل غرزة عمود. عندي هنا 5 غرز اهو. وبعدين عمود امامي بشتغل عليه عمود امامي، واخر غرزة بتكون عمود عادي بالشكل ده. السطر اللي جاي هيكون من غرز الحشو، والمرة دي هيكون فيه 2 غرزة منتفخة هنا و2 هنا، مرة بتكون 1 ومرة بتكون 2. هنبدأ دلوقتي مع بعض السطر. برتفع سلسلة وبلف كده. اول غرزة عندي بتكون غرزة حشو، وبعدين غرزة عمود خلفي، ونيجي هنا ل5 غرز. ناخد بالنا اول غرزة هتكون حشو، تاني غرزة الغرزة المنتفخة، تالت غرزة حشو، رابع غرزة الغرزة المنتفخة، خامس غرزة حشو، وبعدين عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي. يبقى ال5 غرز دول تقسيمتهم بتكون ازاي؟ حشو، غرزة منتفخة، حشو، غرزة منتفخة، حشو. طب لما بيكون هنعمل غرزة منتفخة واحدة بس، ال5 غرز بيكون تقسيمتهم ايه؟ 2 حشو، غرزة منتفخة، 2 حشو. هو ده بس الاختلاف. دلوقتي هنكمل على كل غرزة تقابلنا غرزة حشو لغاية ما نوصل عند الجزئية التانية او الحمالة التانية. كملت على كل غرزة قابلتني غرزة حشو، ووصلت عند الجزئية المختلفة. عندي هنا عمود خلفي بشتغل عليه عمود خلفي. العواميد الخلفية دي اللي هي السطر اللي فات كنا بنشتغلها عواميد أمامية. عندي هنا 5 غرز هيكون تقسيمتهم ايه؟ أول غرزة حشو، تاني غرزة الغرزة المنتفخة، تالت غرزة حشو، رابع غرزة الغرزة المنتفخة، خامس غرزة حشو. دول ال5 غرز. وبعدين عندي هنا عمود خلفي هشتغل عليه عمود خلفي، وبعدين عندي غرزة نهاية السطر. ما ننساش ان احنا في سطر غرز الحشو، فالسطر بتاعنا بينتهي بغرزة حشو. وبعدين ارتفع سلسلتين وابدأ في سطر العواميد، وهفضل اشتغل واكرر بنفس النمط ده كده لغاية ما توصل القطعة دي للطول المطلوب. طيب ايه هو الطول المطلوب؟ لو الطفلة موجودة قدامك هتقيسي عليها لغاية ما توصلي لقبل الكتف بشوية. يعني ده الكمر بيكون عند الوسط، وبنبدأ نرتفع لغاية ما نوصل لقبل الكتف بشوية علشان نعمل حسابنا ان لسه في حمالة. تمام، يبقى كده عرفنا لو الطفلة موجودة. طيب الطفلة مش موجودة قدامنا، بنروح على جدول المقاسات ونطلع طول الصدر. طول الصدر تمام. لو انت بتشتغلي مثلا لسن سنة، طول الصدر تقريبا 19 سنتي او 19 سنتي ونص. بيتقاس منين؟ بيتقاس من نص القمر، من هنا لغاية ما توصلي للكتف. يبقى احنا عايزين القطعة دي من اول نص القمر هنا كده لغاية الكتف تبقى تقريبا 19 سنتي. خلاص، احنا هنوصل من اول هنا لغاية قبل الكتف بشوية لمثلا 15 سنتي، ونسيب 4 سنتي للحمالة. يعني بنسيب حتة صغيرة كده في النهاية نعمل فيها حمالة صغيرة. خلاص، هتشوفي على حسب المكتوب عندك في الجدول. لو كان مثلا طول
الصدر 20 سنتي، بتبدأي تقيسي من نص الكمر هنا وترتفعي كده بالقطعة بتاعتك لغاية ما توصلي مثلا ل 16 سنتي أو 15 سنتي، وتخلي 5 سنتي للحمالة. أو لو حابة الحمالة أكبر شوية مفيش مشكلة، خلي لها 7 سنتي 8 سنتي على حسب ما تحبي. المهم يكون من عند نص الكمر هنا لغاية ما نخلص كمان الحمالة بمقاس طول الصدر، على حسب ما يكون في مكتوب في الجدول أو على حسب ما تقيسي على الطفل عندك. ده الشكل اللي عندي. طيب والظهر نفس القطعة هنشتغلها في الظهر. يعني دي جزئية الأمام، هتقلبي كده وهتبدأي نفس اللي احنا عملناه، هنحط العلامات من هنا ونبدأ نشتغل بنفس الطريقة ونفس عدد السطور اللي هتشتغليها قدام هتشتغليها ورا. هخلص القطعة الأمامية والقطعة الخلفية ونرجع مع بعض عشان نعمل الحمالات. كملت جزئية الصدر زي ما احنا شايفين، فضلت اشتغل بنفس النمط اللي احنا شفناه. كمان اشتغلت جزئية الظهر هنشوفها دلوقتي، وجزئية الظهر عملت فيها الحمالات خلاص، لكن جزئية الأمام هنشتغل الحمالات مع بعض. يعني هنا الظهر أنا خلصتها بالكامل وعملت الحمالات الصغيرة دي، تقدري تزودي طبعا حمالات زي ما انت عايزة لغاية ما توصلي بالجزئية دي لطول الصدر المناسب. بنقيس منين؟ بنقيس من عند نص الكمر لغاية ما نوصل لطول الصدر المناسب. انا بالنسبة لي كده الطول تمام، لاني بشتغل لسن صغير سن سنة، فكده بالنسبة لي تمام. دي كده منطقة الظهر خلصت. هنكمل مع بعض منطقة الامام اللي احنا بدأناها سوا. هنعمل دلوقتي الحمالات. ناخد بالنا هرتفع سلسلة وهلف القطعة بتاعتي كده. احنا دلوقتي خلاص هنشتغل على جزئية الحمالة بس. اول غرزة عندي بتكون غرزة حشو، وبعدين عمود خلفي بشتغل عليه عمود خلفي. نيجي هنا للخمس غرز. اول غرزة حشو، الغرزة التانية غرزة الفقاعة، الغرزة التالتة حشو، الغرزة الرابعة غرزة الفقاعة، الغرزة الخامسة حشو، وبعدين عمود خلفي بشتغل عليه عمود خلفي. الغرزة اللي بعد العمود الخلفي على طول بشتغل فيها غرزة حشو وبوقف على كده. هي دي الحمالة. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد. برتفع سلسلتين واعتبرهم بعمود وبلف القطعة بتاعتي. الغرزة التانية على طول عمود أمامي، وبعدين 5 عمود على 5 غرز. 1 2 3 4 5، وبعدين عمود أمامي بشتغل عليه عمود أمامي، وبعدين آخر غرزة بشتغل عليها عمود بالشكل ده. ارتفع سلسلة والف القطعة بتاعتي كده. اول غرزة غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها عمود خلفي. عندي هنا 5 غرز. غرزة الفقاعة المرة دي هتتعمل مرة واحدة في ال5 غرز دول، فاول غرزتين بشتغل فيهم غرز حشو، وبعدين هنا غرزة الفقاعة، وبعدين 2 حشو، عمود خلفي بشتغل عليه عمود خلفي، واخر غرزة غرزة حشو. سلسلتين والف القطعة بتاعتي كده. عمود امامي، 5 عمود على 5 غرز. 1 2 3 4 5، عمود أمامي، آخر عمود.
بالنسبة لي هي كده الحمالة خلصت. تمام. ممكن تزودي نفس النمط اللي احنا ماشيين عليه. نيجي هنا علشان نعمل الحمالة في الجهة التانية. هنبدأ بسطر غرز الحشو زي ما بدأنا هنا، فهنقلب كده وهنجيب الخيط عشان نوصله. هنوصل منين؟ عندي هنا اهو عمود خلفي، هوصل من الغرزة اللي قبليه على طول، ارتفع سلسلة وفي نفس الغرزة دي غرزة حشو، وبعدين عمود خلفي فوق العمود الخلفي، وبعدين غرزة حشو وغرزة الفقاعة، غرزة حشو وغرزة الفقاعة، غرزة حشو، عمود خلفي، وبعدين اخر غرزة بتكون غرزة حشو. ناخد بالنا ان هي بتتعمل في سلاسل الارتفاع، بتبقى ضيقة شوية. وبعدين سلسلتين والف القطعة بتاعتي كده وابدأ سطر من غرزة العمود واكمل على نفس النمط اللي اشتغلت بيه الحمالة التانية. كل الحكاية ان الحمالة دي بدأناها من جوه من هنا، تمام، لكن الحمالة التانية مشينا بالسطر بتاعنا من بره على نفس النمط. لما جينا نبدأ الحمالة دي بدأناها من جوه من هنا، بس هو ده الاختلاف. هكمل الحمالة دي ونرجع ونكمل سوا. اشتغلت الحمالة التانية وقصيت الخيط برضو طويل شوية علشان اقفل بيه منطقة الكتف. طيب هنقفل منطقة الكتف ازاي؟ لازم نقلب القطعة على الظهر. ناخد بالنا، هنبدأ نخيط. هنتقل لأول غرزة عندي، أول غرزة بس بعيد عليها مرتين، وبعدين ببدأ أخيط خياطة عادية. كده قفلنا الحمالة. بنفس الطريقة هقفل الحمالة التانية. دلوقتي هنبدأ نشطب فتحة الرقبة. هنيجي هنا كده من مكان الخياطة دي ونوصل الخيط. ناخد بالنا، هاجي هنا هرتفع سلسلة وهروح لأول سطر عندي هلاقيه نهايته عمود، هشتغل تحتيه 2 حشو، 1 2، وبعدين هعمل سلسلتين وارجع لغرزة الحشو دي، ادخل في الحلقتين اللي في الجنب، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة. هيقابلني هنا سطر نهايته حشو، هسيبه ماليش دعوة بيه وهنتقل للسطر اللي بعديه اللي نهايته عمود. ادخل تحت العمود كده واشتغل 2 حشو، وبعدين سلسلتين وارجع لغرزة الحشو دي كده واعمل منزلقة بالشكل ده. هيقابلني هنا سطر نهايته حشو هسيبه، وهنتقل دلوقتي على الغرز اللي واضحة عندي. اول غرزة هشتغل فيها حشو بالشكل ده، الغرزة اللي بعدها حشو، وبعدين سلسلتين وارجع لغرزة الحشو، هدخل في الحلقتين اللي في الجنب، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة. عندك دلوقتي حل من 2، يا اما تصغري مقاس الابرة وانت بتشتغلي الغرز دي، يا اما تخطي غرزة من دول. يعني انا هتخطى غرزة واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل حشو حشو، تمام، وبعدين سلسلتين وارجع لغرزة الحشو دي كده، ادخل في الحلقتين اللي في الجنب، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، اتخطى غرزة اهي، وارجع اكرر تاني 2 حشو، 1، الغرزة اللي بعدها حشو، يبقى كده 2 حشو، وبعدين سلسلتين وارجع لغرزة الحشو دي كده واعمل منزلقة، واكرر تاني، اتخطى غرزة واروح للي بعدها واعمل حشو، اللي بعدها حشو، وبعدين سلسلتين وارجع لغرزة الحشو واعمل منزلقة، اتخطى غرزة وبعدين حشو حشو، وبعدين سلسلتين وارجع لغرزة الحشو بالشكل ده. كده هتلاقي الغرز مظبوطة.
بالشكل ده. كده خلصت الجزئية اللي فيها الغرز واضحة زي ما احنا شايفين. هنتقل دلوقتي على نهايات السطور اللي هي عند الحمالة. هروح على اول سطر نهايته عمود واشتغل تحتيه 2 حشو، 1 2، وبعدين ارتفع سلسلتين وارجع لغرزة الحشو واعمل منزلقة. في سطر هنا نهايته حشو ماليش دعوة بيه، مش هشتغل عليه، هنتقل للسطر اللي بعديه واشتغل 2 حشو، سلسلتين، منزلقة. عندي هنا الخياطة هتخطاها واروح للسطر اللي بعديه واشتغل 2 حشو، 1 2، وبعدين سلسلتين، منزلقة. سطر نهايته حشو ماليش دعوة بيه، اروح على السطر اللي نهايته عمود ادخل فيه واعمل 2 حشو، وبعدين سلسلتين، منزلقة. سطر هنا غرز حشو ماليش دعوة بيه، هنتقل دلوقتي للغرز اللي واضحة عندي، غرزة حشو والغرزة اللي بعدها حشو، وبعدين سلسلتين، منزلقة بالشكل ده. ده الشكل اللي عندي زي ما احنا شايفينه كده. هنكمل دلوقتي على جزئية الصدر بنفس الطريقة. كملت شغل على فتحة الرقبة زي ما احنا شايفين كده وشطبناها. اشتغلت على فتحة جنب واحد اهو بنفس الطريقة، بس برضو هنشتغل مع بعض على الجنب التاني. هنيجي هنا ناخد بالنا هنا اهو على اول غرزة عندي واوصل الخيط من نفس المكان، هرتفع سلسلة وهروح لأول سطر. احنا بنشتغل على نهايات السطور. أول سطر نهايته عمود هشتغل تحتيه 2 حشو، 1 2، وبعدين سلسلتين وارجع لغرزة الحشو دي، ادخل كده في الجنب اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة. اتخطى السطر اللي نهايته حشو واروح على السطر اللي نهايته عمود، ادخل فيه تحت العمود يعني واشتغل 2 حشو، وبعدين سلسلتين، منزلقة. انا واخده بس طرف الخيط بدري في وسط الغرز. اتخطى السطر اللي نهايته حشو واروح للسطر اللي نهايته عمود واشتغل تحتيه 2 حشو، سلسلتين، منزلقة، واكمل على كل فتحة الجنب بنفس الطريقة. طيب الجزئية الصغيرة اللي هم كام غرزة دول بتوع القمر بنشتغل عليهم؟ لا دول بنسيبهم زي ما هم كده، يعني بنقف هنا عند نهاية فتحة الجنب من الناحية التانية من الظهر، لكن الكام غرزة بتوع القمر دول ما بنشتغلش عليهم. كملت الجنب زي ما شفنا بنفس النمط اللي كنا ماشيين عليه، ونضفت الخيوط الزيادة. حطيت في النص هنا وردة صغيرة تقدري تستغني عنها خالص، انا حطاها بس علشان تكسر اللون شوية علشان الموديل سادة زي ما احنا شايفين. تقدري كمان تستبدليها بوردة ستان او وردة من نفس نوع الخيط زي ما تحبي. مناسب جدا لفصل الصيف وتقدري تنفذيه لأي سن وبأي مقاس. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة. اي اسئلة او استفسارات سيبوها لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليها. مع السلامة.